السلام عليكم. جالي سؤال من طالب، تمام، إن هو عايز يتعلم Ansys Vibration، تمام، أو يتعلم الكود الفنيط element على الأنسys في الmechanical vibration أو الdynamic analysis. أولا الموضوع الفنيط element ما بيبدأش كده، يعني إيه؟ أنا آسف، ما بيبدأش إن أنت عايز تتعلم حاجة advanced أو حاجة يعني تبدأ بالdynamic analysis، مش ده الصح خالص. طيب إيه الصح إنك تبدأ بيه علشان تبدأ تخش في موضوع الفنيط element؟ الفيديو ده اعتبره مثلا تراك، اعتبره رود ماب، اعتبره زي ما تعتبره يعني. تمام. اول حاجه انت محتاج تعرف كود الفنايت اللي شغال ازاي، البيزكس والفاندامنتال بتاعت الفنايت من غير ما تعمل اي حاجه خالص، من غير ما تدرس اي اناليسيس، ما جبتش سيره اي اناليسيس. كود الفنايت اللي شغال ازاي، واحنا ليه اصلا لجأنا للفنايت يعني ايه كلمه سيميليشن، ويعني ايه كل القصه دي كلها. تمام. مبدئيا دي رقم واحد، دي رقم واحد. تمام. رقم اتنين، محتاج بقى تبدا تخش، مش هتخش دايناميك اناليسيس، لا انت هتبدا بالاستاتيك اناليسيس، ابسط انواع الاناليسيس. تمام. في الاستاتيك اناليسيس تبدا بقى تخش في اساسيات الديزاين نفسها، الاساسيات اللي هي الكليه، الماتيريال اللي احنا درسناها في الكليه، اللي هي النورمال، اللي هي الشير ستريس والستريس اناليسيس عموما يعني، اللي هي إن عندك نورمال ستريس وعندك شير ستريس، تقدر تعمل كومباينيشن ما بينهم، والثيري اوف الاستيك فيلير، وكل القصه دي قصه الاستاتيك اناليسيس. ومن هنا تبدا ايه، ومن هنا تبدا تخش في قصه الاستاتيك اناليسيس، ومن هنا تبدا تتعود ايه، تشوف سولفر تتعود عليه، سواء انسيس، اباكاس، سوليد ورك سيميليشن، شوف الشائع في البلد اللي انت فيها وتعلمه. تمام. يبقى احنا كده ايه، نراجع مع بعض. لازم تفهم اساسيات الفاينانت اليمنت كفاينانت اليمنت اصلا، الكود بتاع الفاينانت بيشتغل ازاي. بعد كده تبدا بالاستاتيك اناليسيس اللي هي ابسط انواع الاناليسيس، وتركز في الموضوع ده يا جماعه. ما تتخدعوش بالبرامج، البرامج هي ما هي الا يعني زي ما تقدر تقول حاجه كده، آلة حاسبه. تمام. لو انت عارف تشتغل ازاي وكده هتلاقي نفسك بتروح للثيري اكتر من البرنامج. واي حد بروفيشنال يوزر على اي سوفت وير كده، هو بيستخدم البرنامج كتول. ليه بقى؟ لان البرنامج عنده قدره حسابيه اعلى، لا اكثر ولا اقل يعني. تمام. فانت لازم تهتم بالثيري اكتر، ما تفرحش بحد بيشرح لك سوفت وير ويقول لك الاداه بتعمل كذا والاداه بتعمل كذا والاداه دي بتعمل كذا. اللي بيشرح لك السوفت وير ده اي ثينك ان هو بيغفلك، او بيبقى قاصر جدا. يعني خلينا نقول وجهه نظري، الشرح هنا بيبقى قاصر جدا. تمام. لازما يبقى الثيوري هي المهمه في الموضوع. تمام. تطبيق الثيوري على السوفت وير ده الحاجه الكويسه جدا. تمام. تمام. دي رقم اتنين. بعد كده تبدا تخش في موضوع ايه، الانسيس دايناميك او الفايبريشن. قبل ما تخش في موضوع الانسيس دايناميك او الفايبريشن، لازم أن تمسك كورس الميكانيكال فايبريشن اللي هو البيزكس، اللي هو الهاند كالكوليشن، اللي هي المعدات بتاعه الكليه والكلام ده لازم أن تخش فيها صرف، مفيش فصال فيها. لازم أن تخش في الموضوع ده، والموضوع ده لازم أن تديله وقت. تاني، تفهم الثيوري كويس قوي. الثيوري هي اللي بتفرق معاك وانت شغال على اي سوفت وير. ازاي تحسن الديناميك بيهيفير بتاع اي سيستم، ده مش هتعرف البرنامج مش هيقول لك عليه. ده الثيوري اللي انت دارسها والحاجات اللي انت فاهمها من الديناميك، من الميكانيكال فايبريشن نفسها، هي اللي هتساعدك في انك تحسن الديناميك بيهيفير بتاعك. زي ما قلت لك السوفت وير، انت لو بروفيشنال يوزر هتعرف ان انت تستخدم السوفت وير ده كانه آلة حاسبه بالظبط، يعني لا اكثر ولا اقل. اهملت الثيري واهتميت بالسوفت وير، هتشتغل بشكل عام، هتطلع اي نتائج في اي حته وانت مش عارف النتائج تعبر عن ايه. اشتغلت بالثيري واهتميت بالثيري قوي والفايبريشن، والله دي حاجه كويسه، بس انت مش هتعرف تشتغل في السوق. ليه؟ لان هي كلها دلوقتي شغاله بايه بسوفت ويرز. تمام. هيبقى ناقصك الحته انك تتعلم السوفت وير، وساعتها هتبقى جامد يعني، لو اتقنت الثيري كويس. طيب، ديت النقطه الثانيه. بعد التراك بقى اللي بيسالني على الميكانيكال فايبريشن نفسه، احنا قلنا هنبدا فانايت اليمنت، اسيت فانايت اليمنت، بعد كده ستاتيك اناليسيس، بعد كده الدايناميك اناليسيس. الدايناميك اناليسيس فيها كذا نوع اناليسيس. اول حاجه الموديل اناليسيس او النورمال مود اناليسيس، كلاهما واحد. لازم تبدا اللي احنا بنسميها في الكليه الفيري فايبريشن. لازم تبدا تعرف تعمل نوع الاناليسيس ده. تمام. اللي هو الموديل اناليسيس. بعد كده تبدا تاخد منه الداتا اللي هتبدا تخش ايه على الترانزيانت ريسبونس او الهارمونيك ريسبونس. وبعد كده ايه الموضوع، ايه الترانزيانت، الهارمونيك والترانزيانت. تمام. وتعرف تربط الموديل بالترانزيانت والهارمونيك. يبقى ده دول الثلاث الثري اناليسيس اللي هم الكاتيجوريز بتاعه الميكانيكال فايبريشن او الدايناميك اناليسيس: الموديل اناليسيس، الترانزيانت، والهارمونيك ريسبونس. طيب، دول ايه، دول الثلاث انواع الاناليسيس اللي انت المفروض ايه تتقنهم. تمام. وزي ما قلت لك تركز على الثيوري في البدايه، وقبل كده اصلا المفروض ان انت تذاكر كود الفاندمنت. عشان كده النقطه الثالثه بقى، انت عايز تكمل ممكن تخش في الاكسبليسيت داينامكس، وممكن بعد كده ايه الاكسبليسيت داينامكس اللي هو التصادم. وبعد كده ممكن تخش ايه في الايه، في الاوبتمايزيشن. عشان كده مفيش كورس يا جماعه بيلم الدنيا دي كلها. يعني ما حدش يضحك عليك ويقول لك كورس الفايبريشن او كورس الدايناميك هطلع، لا.
ما فيش. أنت لازمًا بتروح وتيجي في الcycle دي، اللي هي cycle إيه، set الfinite element في حاجات الfinite element محتاج إن أنت تفهمها وتعرف تتعمل إزاي، في حاجات خاصة بالtheory، في حاجات خاصة بالsoftware أنت محتاج الsoftware بيفكّر إزاي عشان تعرف لو طالع بييجي لي شغل كتير مش الcase مش عايز يتحل، بيطلّع نتايج بعيدة أوي في أرض الواقع، تمام؟ فهي دي الcycle اللي المفروض تمشي، بس كده، شكرًا.